السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لعله خير. نحاول أن نتأمل في أخبار من سبقنا، نحاول أن نتعلم من أخبار ما سبقنا كيف أن الأقدار وكيف أن ما لا يعجبنا من الأقدار في ظاهره سيسوقنا بعد ذلك إلى خير كبير. مالك ابن دينار إمام من أئمة المسلمين، رجل من الرجال الذين يعدون في تاريخ المسلمين من الأئمة في الزهد، في الفهم عن الله عز وجل، في الإقبال على الله عز وجل. مالك ابن دينار زاهد زمانه، عالم زمانه. كيف بدأت قصة هذا الإمام؟ هذا الإمام كما يذكر بعض أهل السير كان في أول حياته سكيرا خميرا، مسرفا على نفسه في الذنوب، مسرفا على نفسه في المعاصي، ورزقه الله تعالى ابنة، وكانت هذه الابنة الصغيرة قد أخذت بقلب والدها وقد تعلق بها تعلقا شديدا، وكانت بفطرتها تحاول أن تمنعه من شرب الخمر. كل ما رفع كأس الخمر ليشربها كانت تأخذ كأس الخمر من يده وتمنعه من هذه المعصية، وتعلق قلب والدها بها، ثم قدر الله عز وجل أن يصطفي وأن يجتبي تلك الطفلة البريئة إليه، وماتت صغيرة. هنا كانت الصدمة التي زادت من تعلق مالك ابن دينار بشرب الخمر، وتعلق مالك ابن دينار بالإعراض عن الله عز وجل. إنها مصيبة كبيرة. وفي إحدى الليالي رأى مالك ابن دينار في الرؤيا رؤيا عجيبة. رأى وكأن تنينا يحاول أن يلتهمه ويجري وراءه، ومالك ابن دينار يهرب، وهناك شيخ بلباس أبيض في وجهه النور يحاول أن يساعده، ولكنه ضعيف جدا، شيخ ضعيف لا يقوى أن يساعده. وهنا رأى ابنته وسمع صوتها في الرؤيا وهي تقرأ قول الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. استيقظ مالك بن دينار وهو في حالة من الانزعاج شديد جدا. المشهد آلمه، الحال التي هو فيها أزعجته. بدأ يفكر كمن أصابته صدمة كبيرة، ماتت ابنته، ثم هذه الرؤيا العجيبة قلبت عليه المواجع. رأى ابنته في الرؤيا، وإذ به بعد أن خرج يجد رجلا صالحا فيقول له: لقد رأيت في الرؤيا كيت وكيت وكيت. فيقول له هذا الرجل الصالح: أما التنين فهو عملك وأعمالك من السوء، تلتهمك وتقضي عليك، وأما ذلك الرجل الصالح الضعيف فهو أعمالك الصالحة، وهي ضعيفة قليلة جدا جدا، لا تقوى على المشي، أيضا لا تقوى على السير، فضلا عن أن تنقذك. وإن الله تعالى قد جعل لك من ابتلائك في فقد ابنتك التي تحبها، جعل الله تعالى لك في ذلك إشارة، يريد الله تعالى أن يخلصك بها، يريد الله تعالى أن يسوقك بها إلى الصلاح وإلى الخير. كان هذا المصاب، كان هذا الألم، كانت هذه الشدة، كانت السبب في أن تقود قلب مالك ابن دينار إلى التوبة. تاب مالك ابن دينار وصدق في توبته وصلح أمره، وجعل الله تعالى له ما جعل من حال الصلاح، وأصبح مالك ابن دينار إماما في الزهد، وبدل الله تعالى تلك السيئات بالحسنات، وذلك الحال الذي لا يرضي الله عز وجل بأحسن ما يكون من الأحوال، وأصبح مالك ابن دينار أحد أعلام هذه الأمة في الزهد وفي الصلاح. إذن السوء، الأقدار التي لا تعجبك. ماتت ابنته، أقبل على المعصية إقبالا زائدا،
رأى هذه الرؤيا المفزعة، ولكن خلف كل ذلك، عاقبة كل ذلك، كان هناك خير وكان هناك صلاح ينتظره. لا تحكم على الإنسان من صورة تراها اليوم. صورة الصلاح قد تتبدل وقد يفتن وقد يموت على غير الإيمان، وصورة المعصية قد تتغير وقد يكرمه الله تعالى بالتوبة فيصلح حاله كما كان صلاح حال مالك بن دينار، وكما كان صلاح حال الفضيل بن عياض وغير هؤلاء الرجال. لا تنظر إلى الأقدار وإلى الأحداث بمنظارها الآن، ولكن تذكر أن مع كل قدر وأن في كل قدر من ألطاف الله ما يدهشك لو رأيته. كل قدر لا ينفك عن ألطاف الله، ولو أنك رأيت هذه الألطاف لدهشت كيف جعل الله تعالى هذه الألطاف في هذه الأقدار التي لا تعجب. لعله خير، لعله خير. ثق بالله تعالى، اجعل اليقين في قلبك سائقا لك إلى مزيد من التوكل على الله تعالى، وقل لعله خير، لعله خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير والخير بأجمعه في علم الله وحكمته، أدركت أمورا ظاهرها شر والغيب بستراته، لكن الله سيفرجها ويريك عجائب قدرته. ثق أن الله سيكشفها وستعرف لطف عنايته. يسر أو عسر يأتينا كل من جند إرادته، خير والخير بأجمعه في علم الله وحكمته.